انا حابب من خلال برنامج كابتن حازم امام طبعا ان انا اعتذر لجمهور نادي الزمالك، ان انا ما اقصدش ان انا اللي اسال تيشيرت نادي الزمالك. طبعا ده نادي ليه فضل عليا وفضل على اي لعيب لعب في نادي الزمالك طبعا. حته رمي التيشيرت دي والله انا ما اقصد بقى معنى اي حاجه، ان انا بس كنت مخنوق، ان انا كان في ضغط عليا في الماتش وكده، وان انا كنت مضيع فرصه قبلها كانت سهله، ان انا كنت حابب ان انا بس ربنا ما خدناش فيها. فيمكن خلقت التيشيرت دي ان انا مش قصدي ان انا، لان انا حتى لما عملت التيشيرت عملته كده، مش عملت ان انا ارميه في الارض واقصد ان انا ارميه في الارض، لا خالص. الناس ممكن تكون الناس يعني فهمتها بمعنى ثاني خالص والله، لكن انا ما اقصدش. انا سأل نادي الزمالك، نادي الزمالك اللي فضل عليا كبير جدا، وطبعا من خلال برنامج كابتن حازم انا بعتذر لجمهور الزمالك واقول له يعني حقكم باين من فوق وما تزعلوش مني. انا ما اقصدش ان انا اسيء للنادي، هي بس ممكن يكون حصل سوء تفاهم، الناس فهمت ان انا بقى اسيء للنادي وكده، لا خالص والله. يمكن حتى قبل لما الناس هتربطها بموضوع الاهلي، لا ما فيش اي كلام من ده، ما فيش تفاوض مع اي حد. انا بتفاوض مع نادي الزمالك، موجود في نادي الزمالك، هي المشكله كلها مشكله وقت وان شاء الله تخلص على خير. وطبعا تاني انا بقدم اعتذار، ولو قدمت اعتذار مليون مره انا مش زعلان، انا بقدم اعتذار لان ده جمهوري وده حق بيتي، وده النادي هو اللي عمل احمد جعفر، وهو اللي وقف جنبي، وبتمنى من ربنا ان هم ما يزعلوش مني تاني، وبقول لهم حقكم عليا وان شاء الله الفتره الجايه الواحد يعني يبذل اقصى ما عنده في الملعب.